مش جايه اقولك ان حياتي مثاليه وواو وما فيهاش اي مشاكل خالص. انا جاي اقولك ان اي حد بيقرر انه يمشي رحله تطوير ذات ويفهم مشاعره ويفهم نفسه بيقابل شويه عقبات كده ويتعلم شويه دروس. انا بقى جايه النهارده عشان اقولك اهم 8 دروس اتعلمتهم في رحله تطوير الذات اللي انا عشتها. مش عارفه هم ليه 8 الحقيقه، بس هم دول اللي جم في بالي وانا بحاول اكتب الحلقه، فخلينا نسمع الدروس مع بعض ونشوف ايه اهم 8 دروس اتعلمتهم في رحله تطوير الذات. انا الوقت طويل كنت حاسه ان انا بلف في نفس الدايره، بعمل الحاجات اللي المفروض اعملها، بحاول ارضي الكل، اضغط على نفسي عشان ابان البنت الشاطره المجتهده الجميله اللي كل الناس بتحبها، بس جوايا كان في فراغ كبير لحد ما بدات رحله كده مش عارفه اسميها ايه بالظبط، تطوير ذات ولا تطوير نفس ولا فهم مشاعر ولا كل الحاجات دي مع بعض، ما علينا. بس كل اللي عرفته ساعتها ان انا محتاجه اوقف واسال نفسي انا مين وبعمل هنا ايه وجايه الدنيا دي ليه. ومن هنا بقى بدات الاحظ حاجات غريبه، تصرفات ومشاعر وافكار وحاجات كده كنت عايشه بيها، حاسه ان انا كنت متبرمجه عليها من غير ما افهم انا بعمل الحاجات دي ليه. اتعلمت دروس كتير، في اللي منها ريحني، في منها اللي وجعني، ودلوقتي هقولك اهم 8 حاجات اثرت فيا فعلا. ودي مش نصايح محفوظه ولا كلام متعاد، دي حاجات انا فعلا عشتها بنفسي وفرقت معايا ولسه بتفرق معايا لحد دلوقتي. فلو انت حابه او مهتمه انك تطوري من نفسك وتفهمي مشاعرك وتعرفي انت ليه بتتصرفي وبتعملي السلوكيات دي، تابعي الفيديو ده، ممكن يفيدك وتطلعي منه بشويه دروس تفهميها بدري شويه فتفرق معاكي من غير رغي كتير. خلينا نبدا اول درس. اول واهم حاجه، انا مش لازم اعجب كل الناس. من اهم الدروس اللي اتعلمتها في حياتي ان انا كنت بحاول اعمل شقلباز علشان اعجب كل الناس اللي حواليا. لو حد زعل بلوم نفسي واقعد افتكر انا عملت ايه زعله حتى لو ما عملتش اي حاجه. لو حد انتقدني اقعد اعدل في تصرفاتي واحاول قدامه ما بينش وما اعملش الحاجات اللي كانت مضايقاه. ولو حد ما حبنيش لازم اعمل كل حاجه عشان اغير رايه. بس اللي اكتشفته في رحله التطوير الذاتي ان انت مهما تعملي في ناس كده هتفضلي مش عاجباهم، وفي ناس مش هتحبك حتى لو كنتي ملاك. المشكله مش فيهم، المشكله اننا اتعلمنا اننا نربط قيمتنا براي الناس فينا. والحقيقه ان رضا الناس اصلا مش هدف، لانها حاجه متغيره. النهارده بتعجبيهم بكره لا، النهارده بيحبوكي بكره غيروا رايهم ولقوا ناس تانية. ولو فضلتي تجري ورا رضا الكل هتخسري اهم حاجه وهي نفسك. فهنا بدات اسال نفسي انا بعمل ده ليه؟ لما بقعد قدام حد مثلا وهو مش حاببني قوي او حسيت فيه تصرف مش عاجبه قوي مني، فببدا اعدل او اغير التصرف ده. فهل انا بعمل كده عشان دي الحاجه اللي انا فعلا حاساها وعايزه اعملها وعايزه اغيرها فيا، ولا بعمل كده علشان الشخص ده ما ينتقدنيش او يبطل يحبني؟ وفي كل مره لقيت ان الحاجات اللي بعملها عشان ارضي الناس اللي حواليا حاجات بتتعبني نفسيا، وان الحاجات اللي بقرر اعملها من جوايا علشان هترضيني انا هي الحاجات اللي بتستمر. جربي كده تقولي لا الحاجه انت مش عايزاها. جربي لما تقعدي مثلا مع مجموعه ناس وحسيتي ان انت مش شبههم فبداتي انك تغيري من نفسك وتتلوني عشان تعجبيهم تبقي كول في القعده دي. جربي بقى انك ما تعمليش كده وتفضلي زي ما انتي، وقولي لي كميه الراحه النفسيه اللي هتحسي بيها بعد القعده دي ما تخلص. مش مهم الناس دي تفضل معاكي ولا لا، ومش مهم تعجبيهم ولا لا، ومش مهم ينتقدوكي بعد ما تمشي ولا لا، بس المهم ان انت دي هتبقى اول مره تطلعي من قعده وسط ناس انت فعلا نفسك من غير ما تتلوني او تتغيري عشان الشخص اللي قدامك يحبك. جربي تمشي عكس توقعاتهم وتسمعي لنفسك ولصوتك اللي جواكي اللي بيقولك انا مش مرتاحه في الحته دي. مش لازم تبقي بيرفكت، مش لازم تعجبي كل الناس، انت كفايه وكفايه قوي. الدرس التاني واللي ممكن يكون مرتبط بالدرس الاولاني شويه، وهو اني مش لازم ابقى بيرفكت في كل حاجه وابقى واو وما بغلطش. الحقيقه الفكره دي خدت سنين كتير قوي على ما استوعبتها، وده لان من واحنا صغيرين بنتربى على فكره ان انت لازم تبقي شاطره في كل حاجه. لازم تبقي شاطره في دراستك وفي شغلك ومع صحابك ومع اهلك، ولما تتجوزي تبقي شاطره في بيتك وتبقي ست بيت شاطره في المطبخ ومع ولادك ومع جوزك. لازم تبقي موسوعه شامله كده ماشيه على رجلين. يعني انا شخصيا كنت بدخل نفسي في حاجات كتير قوي مش عشان بحبها، بس عشان الناس تقول عليا اني جامده ومبدعه ورهيبه وما حصلتش. بس لما قعدت مع نفسي وسالتها بصدق انتي مبسوطه ولا لا، لقيت الاجابه انه لا. ما طبيعي لا، ما انتي داخله حاجات عشان ترضي الناس مش عشان انتي عايزاها. في لحظه كده قعدت مع نفسي وفهمت ان الجري ورا الكمال مش سباق هحاول اكسبه، ده فخ. عارفه اللحظه اللي انتي بتبقي بتعملي فيها حاجه كويسه قوي قدام الناس بس بينك وبين نفسك بتقعدي تقولي انا مش مبسوطه او ده مش مكاني؟ الصوت ده بقى مهم، الصوت ده هو الحقيقه، ده نفسك اللي انتي بتحاولي تكتمي صوتها. لازم تفهمي ان في فرق كبير قوي ما بين الطموح وما بين اني بكون بقتل نفسي في حاجه علشان اكون شاطره فيها. الطموح انك تكبري في الحاجه اللي انت بتحبيها، هو انت اوريدي ده شغفك، حاجه انت بتحبيها، فاول ما تبداي تسيبي نفسك فيها هتلاقي نفسك بتبدعي وبتنجزي وبتنجحي من غير اي مجهود. وانك تقتلي نفسك عشان توصلي لحاجه وتنجحي فيها وممكن تكون مش هدفك قوي بس تعمليها عشان يعني الدنيا حطتك في السكه دي، هتلاقي ان انت بتضغطي على نفسك عشان ترضي الكل وفي الاخر انت نسيتي نفسك اصلا. فوصلت لمرحله كده قلت لنفسي على فكره مش لازم ابقى شاطره في كل حاجه، مش لازم
ابقى ست بيت رهيبه وابقى اشطر واحده في المطبخ وابقى اجدع واحده بتعرف ترتب بيتها، ومش لازم ابقى بشارك في كل حاجه بتحصل حواليا وابقى في سباق ان انا اثبت ان انا احسن واحده في كل الناس اللي مشاركه دي. دلوقتي بقيت اختار اشتغل على حاجه اللي بتشبهني، اللي بتبسطني، اللي فعلا طموحي، اللي بتخليني اقوم من النوم متحمسه ان اعملها وافضل طول الليل بحلم ان انا لما اقوم هعمل كذا وكذا وكذا. هو ده شغفك الحقيقي. ممكن مثلا تكوني شاطره جدا في الاستماع، بتعرفي تسمعي للناس اللي حواليكي، لاصحابك، لاهلك، لجوزك، بس مش بتحبي تتكلمي كتير. عادي، مش لازم تضغطي نفسك عشان تحاولي انك تتكلمي وتطلعي جمل منمقه تعجب الشخص اللي قدامك، لا خالص. بس اسمعيه وشوفي اللي هتعرفي انك تتكلمي فيه ويطلع من قلبك قوليه. ممكن مثلا تكوني مبدعه في تنظيم البيت بس مش بتحبي العلاقات الاجتماعيه، فمش لازم انك تضغطي نفسك انك يكون ليكي علاقات وتقعدي مع جيران واصحاب وقرايب عشان تباني انك اجتماعيه. لا، استمتعي بابداعك في البيت. ممكن تبقي بتحبي تربي ولادك مثلا تربيه ايجابيه بس ما بتعرفيش تحطي ده على السوشيال ميديا ومش عايزه تباني ان انتي سوبر ماما قدام كل الناس، فبس مستمتعه بده معاهم مش اكتر. واخر حاجه في الدرس ده، اعرفي انك مش مطالب منك انك تعملي شو عشان تباني قدام كل الناس ان انتي ناجحه. ممكن تبقي ناجحه ورا الكواليس وانتي مكتفيه بده وخلاص. نيجي بقى للدرس الثالث وهو اهميه اني اقعد مع نفسي او الاقي وقت لنفسي. فاكره زمان وانا صغيره كان عندي وقت كتير طويل بقعد فيه لوحدي، فكنت فيه شويه اتصال مع النفس ومع الذات، بكتشف حاجات جديده انا بحبها، كنت ببقى مبسوطه ومتسليه واليوم بيعدي والدنيا تمام. اول بقى ما انتشر السوشيال ميديا والموبايلات الدنيا اختلفت، بقيت حاسه ان انا مش لاقيه نفسي، وحشني ان انا اقعد مع نفسي من غير مشتتات، او ان دماغي تبقى بتفكر انه احنا ليه قاعدين فاضيين دلوقتي، ما نروح نمسك التليفون نشوف فيه ايه على السوشيال ميديا. فعارفه احساس اني وحشك نفسك وعايزه ترجعي تقعدي معاها زي زمان. لما بتبداي تقعدي مع نفسك بتبداي تلاحظي حاجات ما كنتيش واخده بالك منها وسط الزحمه، بتكتشفي انك ساعات بتضغطي على نفسك علشان ترضي حد ممكن يكون مش واخد باله منك اصلا، او انك مكمله في طريق مش شبهك لمجرد انك خايفه تتغيري وتعيدي رسم الطريق من اول وجديد، او انك بتعيدي نفس النمط والحياه اللي تعباكي من زمان. القعده مع النفس مش بس للتامل وللراحه النفسيه، دي مراجعه للنفس، مراجعه للمسار، مراجعه لحياتك. ومش لازم خالص انك تتاملي او تعملي خطوات معينه بقى وتولعي شموع وتشغلي مزيكا هاديه وتقعدي تغمضي عينك، لا خالص. فكره بس انك تقعدي مع نفسك من غير دوشه وتسمعي لنفسك، هتلاحظي فرق رهيب في سلامك الداخلي، في قراراتك اللي بتاخديها، وحتى في طريقه تعاملك مع الناس. صدقيني اللي بيهرب من القعده مع نفسه بيفضل طول عمره يلف في نفس الدوائر اللي مش مريحاه. نيجي بقى للدرس الرابع وهو نفسك اذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. الدرس ده مهم جدا لان الجمله دي كنت بسمعها كتير قوي وعمري ما حسيت بيها غير لما كنت فعلا فاضيه. اوقات كتير كنت بقعد اقول لنفسي انا زهقانه، انا فاضيه، مش لاقيه حاجه اعملها، بس الحقيقه ان انا كنت سايبه مساحه كبيره جدا في يومي ولدماغي انها تسحلني في الحاجات اللي تيجي قدامها. فاللي هو مثلا قاعدين على السوشيال ميديا قاعدين بنقلب كده بلا داعي، فتلاقي نفسك بتتفرجي على ريلز وعلى فيديوهات حاجات ملهاش اي معنى، وناس بتتكلم بطريقه غريبه مش طريقتك ومش البيئه اللي انت اتربيتي فيها، فتبداي تتفرجي على الناس دي. مع الوقت بتلاقي نفسك ان انت بتكتسبي بعض المصطلحات وطريقه كلامهم ودي مش انت، هتلاقي نفسك بتتسحلي ودماغك بتروح مع حاجات مش بتاعتك. وفي الاخر بقى بعد فتره طويله، مش بقولك بعد يوم واتنين، لا بعد فتره طويله هتلاقي نفسك اللي هو ايه ده، ايه الالفاظ اللي انا بقولها دي، ايه الافكار اللي في دماغي دي، ايه طريقه الكلام دي. ده علشان انت بتغذي عقلك بحاجات فعلا بتفرق معاكي. فمهم جدا تشوفي ايه اللي بيدخل جوه عقلك من كل حاجه، من فيديوهات، من ميوزك بتسمعيها، من كلمات، من كتب بتقريها، من بوستس بتقريها، من صفحات معينه بتتابعيها. كل الحاجات دي بتدخل دماغك وبتترسب في عقلك اللاواعي، بتخرج في الاخر شخصيه مختلفه خالص. فشوفي بقى انت عايزه تتصرفي ازاي بناء عليه، هتدخلي حاجات جوه عقلك. شوفي انت عايزه تغذي عقلك بايه. نفس بالظبط فكره الاكل. والله لو حد بياكل الاكل صحي ومفيد هتلاقي جسمه حلو وكويس وعنده مجهود وبيقدر يمارس حياته بشكل كويس. حد بقى حياته كلها على الجانك فود وتدخين هتلاقيه مش قادر ياخد نفسه، وهتلاقيه بالكتير قوي على الثلاثينات او الاربعينات وخلاص مش ما بيقدرش يطلع سلم اصلا. فهو بالظبط عقلنا كده. شوفي انت بتدخلي ايه لعقلك وبتغذيه بايه، وهو ده اللي هيبان عليكي بعد كده في طريقه تعاملك مع الناس وفي طريقه كلامك وفي طريقه حياتك عامه. الدرس الخامس وهو ان اهدافنا مختلفه. يعني ممكن جدا يبقى هدفي ان انا اكون ست بيت ناجحه، وده نجاح رهيب. للاسف احنا مرينا بفتره كده في المجتمع انه البنت لازم تبقى موظفه شاطره او سيده اعمال او تبقى اشطر واحده بتعرف تخلص ميتينجز او بتعرف تسوق او يعني ايا كان، انه لازم تبقي شاطره في سوق العمل. واي ست قررت ان هي تقعد في البيت وتربي العيال دي ست فاشله وما عندهاش طموح.
فكرة غلط جدا وسطحية جدا. فبتلاقي نفسك بتحاولي تدوسي على نفسك علشان تبقي اشطر واحدة في سوق العمل، بس انتي ما عندكيش المقومات دي، او مش ما عندكيش المقومات، اي مقومات ممكن تتعلميها، ما عندكيش الرغبة دي. انتي عايزة تقعدي في البيت، تبقي ست بيت ناجحة، تربي اولادك بطريقة كويسة، تعملي غدا كويس، تصحي من النوم تطلعي الفرخة من الفريزر تفك عشان تعملي الغدا وخلاص، كان الله بالسر عليم كده يومك خلص. ده نجاح برضو على فكرة. ما هو انت لما تعملي لاولادك ولجوزك وفي بيتك اكل نظيف اهلك ياكلوه واهل بيتك ياكلوه، ده نجاح في حد ذاته. انت لو ما عملتيش ده هيروح ياكلوا اكل من بره فصحتهم هتبوظ. ففكره بقى المقارنات وتقعدي بقى تشوفي الناس اللي حواليكي، دي بتجري ورا ترقيه، ده بيجري ورا علاوه، ده عايز شهره، دي عايزه فلوس، وانت ممكن كل اللي يبقى نفسك فيه بيت هادي وتربي ولاد كويسين وتبقي شاطره في الطبخ مثلا. عادي جدا. لفهمك ان ده فشل، هو اللي فاشل الحقيقه. النجاح ملوش شكل واحد. انت لو بتبني بيت سليم ده نجاح، لو بتخلقي فيه جو مليان امان واحتواء وولادك بيلاقوا راحه نفسيه ان هم يعبروا عن ذاتهم ويعرفوا يبدعوا ويبقوا شاطرين، ده انجاز. لو بتربي انسان واحد بس سوي، ده اهم من انجح شركه موجوده في العالم. فاللي لازم نكسره هو فكره النجاح المشروط. عشان تنجحي لازم تبقي في هيئه وفي شكل معين، اعرفي انت عايزه ايه واعمليه بحب وباتقان، وخلي راي المجتمع بقى على جنب شويه، ما فدناش في حاجه المجتمع. الدرس السادس بقى هو اني ادور على مواطن ضعفي وابدا افتكر كده وافكر، هل دي حاجه ليها علاقه بصدمات الطفوله مثلا او تروما تعرضت ليها وانا صغيره وانا مش فاكره. يعني كنت فاكره ان في حاجات لازم اغيرها بسرعه، زي مثلا اني بتوتر بسرعه جدا، او اني انطوائيه شويه، او اني بخاف من الفشل. بس لما بدات افهم اكتر بدات اربط كل حاجه صغيره باصلها. بدات اربط رد فعلي المبالغ فيه بلحظه زمان عشتها ما حدش فيها كان بيسمعني، او اربط خوفي من الفشل بلحظه زمان اتخذلت فيها وانا صغيره علشان ما عرفتش اعمل حاجه معينه صح، او اربط عدم ثقتي بنفسي بمواقف كنت بتعرض لها وانا صغيره فيها تنمر مثلا او حد بيسفه مني، فده شكل لي تروما بشكل غير واعي. عارفه اللحظه اللي بتحس فيها انه لا انا مش مجنونه او دراما كوين او بتخيل حاجات، وان اللي جواكي ده ليه جذور عميقه جدا من زمان وانت مش واخده بالك منها، وليه تفسير كبير انت محتاجه انك تسمعيه وتبداي تعالجيه. ده مش عيب فيكي، ده جرح محتاج شفاء. اللحظه دي بقى هي اللي غيرتني. يمكن دي اصعب خطوه في الرحله، انك تواجهي الحاجات دي بصدق، تسمحي لنفسك انها تفهم وتعيط وتاخد وقتها وتعيش المشاعر اللي ما عاشتهاش زمان وسببت لها تروما وخلتها تتصرف بالطريقه دي دلوقتي. الموضوع بياخد وقت ومش سهل، بس لما تبداي تشوفي نفسك انك انسانه مجروحه وان في جروح محتاجه تتشافى، بيبدا اول طريق السلام النفسي. ونيجي للدرس السابع، وهو اني بدات اشوف الحياه من منظور ايجابي اكتر، وبطلت اشوف الحاجات الوحشه والناقصه في كل حاجه بعملها. واهم حاجه اني اتعلمت اليقين بالله. زمان كنت شايفه النص الفاضي من الكوبايه، اي حاجه مثلا داخله عليها تحصل اول حاجه تيجي في بالي يا لهوي لو حصل الحاجه الفلانيه اللي هي الحاجه السلبيه يعني. فكنت دايما متوقعه الأسوأ كنوع من الحمايه، اللي هو انا بدخل في عقلي اللاواعي ان اللي هيحصل حاجه سلبيه، فلما تيجي حاجه سلبيه تحصل عادي انا مديه لنفسي الفكره. بس الحقيقه انا كنت بظلم نفسي، لان انت لما بتفكري بالطريقه دي انت بتجلبي كل الحاجات السيئه لنفسك. التغيير بقى بدا امتى؟ لما بدات اراقب واسال نفسي، هو انا ليه دايما بشوف الحاجه الناقصه في الحاجه اللي انا داخله عليها؟ ليه دايما بتوقع الأسوأ؟ طب ما ابدا افتش على الحاجه الحلوه واتوقع الحاجه الحلوه يمكن تحصل واتبسط، ولو حصلت الحاجه الوحشه عادي مش اخر الدنيا، حصلت لنا كتير. وصدقوني اليقين بالله مريح بشكل مش ممكن يتشرح. الدرس الثامن بقى هو انه مش كل حد في حياتك هيفضل معاكي للنهايه. عارفه انها حاجه بتوجع جدا، وان دي من اكتر الحاجات اللي وجعت لي انا قلبي شخصيا. فضل قلبي وعقلي فتره طويله مش قادرين يتقبلوها، فكنت دايما لما حد بيبعد او علاقه بتبوظ او صديقه علاقتي بيها تتقطع افضل الوم نفسي واقعد افتكر انا ايه الحاجات الغلط اللي عملتها اللي خلت الشخص ده يبعد عني. بس الحقيقه اللي فهمتها حتى لو كانت مره، ان هي دي طبيعه الحياه. ناس بتدخل حياتك تلعب دور تسيب اثر وتمشي، مش لانك وحشه ومش لانهم سيئين، لكن عشان المرحله اللي هم دخلوا حياتك عشانها خلصت. في علاقات كانت محتاجه تخلص عشان اعرف اشوف نفسي بشكل كويس، وفي ناس كانوا مرايه لجزء معين فيا، لما الجزء ده اتغير وجودهم ما بقاش ليه معنى. عارفه اللي بيمشي مش دايما خساره، وساعات الناس لما بتمشي بتكتشف الخير اللي هم كانوا مانعينه وهم موجودين. بقيت اتعلم اودع من غير ما اكره، وافهم ان وجود الناس مش مقياس لقيمتي خالص. انا مش ناقصه لوحدي، انا كامله، واللي يستحق يفضل هيفضل من غير اي مجهود خرافي. وبكده نكون خلصنا اهم 8 دروس اتعلمتهم في رحله التشافي الذاتي او التطوير الذاتي اللي قررت ان انا امشيها. فلو في حاجه واحده ممكن نلخص بيها الحلقه دي في جمله كده بسيطه، هي ان الكفايه حتى لو لسه بتتعلمي، حتى لو لسه بتغلطي، حتى لو لسه بتتغيري. مش لازم تبقي جاهزه دايما ومثاليه وبيرفكت ومفيش زيك، المهم انك في طريق انك بتدوري على نفسك. انا بقى دلوقتي حابه اسمع منكم ايه اهم دروس حسيتوا بيها او مريتوا بحاجه شبهها. اكتبوا لي في الكومنتات، خلونا نتناقش مع بعض ونفتح كده
اذهاننا على دروس تانية ممكن اكون انا ما افتكرتهاش اني احطها في الحلقه. وطبعا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان تشوفوا كل جديد، وصدقوني كل لايك وكل كومنت وكل مشاهده بتفرق معايا علشان اقدر اكمل في الشانل دي. فلو حبيتوا المحتوى ادعموني ولو بحاجه صغيره قد كده. يلا اشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.